والغير العادلة والركود التي تعرفها هذه المهنة، ناهيك عن المصاريف التي تثقلك من ارتفاع السمة الكرائية وقانون الكراء المعمول به حاليا، وكذلك منافسة من الأسواق الكبرى التي لا يخلو شارع ولا درب إلا وأنبتت فيه. كاين خصو يتشجر مباشرة، خصو يتشجر، وهذا العقد اللي كيدار نورمالمون خصو يخلص عليه التسجيل ديالو ديال باش ما تزادش عليه الغرامات، راه هو 200 درهم و20 درهم ديال باقي كيحسبوها ديال النمبر، ولكن تمشي للجماعه عند القاضي كتعمر واحد النموذج الا كان باقي ما خطينا كانوا بدلوا حتى هما ردوها الكترونيا فهمتي، وكتعمر التصريح ديالك وكتخلص على حساب الواجب اللي عندك تما على حساب الحي. مبارك رئيس جمعية الأمل تجارة القرب للتنمية والتعاون كنظم مع التجار ديالنا تجار القرب مدينة سلا، وكانت الدعوة عامة وبخصوص السبب ديال هذا اللقاء التواصلي، وهو المستجدات اللي كاينين في الساحة حاليا، وبخصوص الرخصة اللي صبحت يعني ضروري، وصبحت يعني أن نقدر نقول إلزامية، لأن كل يتساءل يعني ما هي الكيفية، ما هي الطريقة، ما هي الوثائق المطلوبة اللي خصها تكون في هذا اللقاء ديال الرخص، وكذلك التصاريح، وكذلك الأمور الضريبية اللي يعني اللي بغينا ناخذوا شي استفسارات من الإخوان ديالنا ديال إدارة الضرائب بخصوص يعني المساهمة المهنية والمستجد في الضريبة، ويجاوبوا يعني التساؤلات ديال التجار ديالنا. وكذلك عندنا إشكال اللي هو إشكال كبير، وهو البائع المتجولين اللي كيتجولوا في الأزقة والشوارع، وعندنا كذلك إكراهات يعني إكراهات جد صعبة. يعني احنا في واحد الوضع اللي احنا بحاجة ماسة يعني بخصوص أن كاين يعني كاين واحد الخناق على التاجر الصغير، ان بان لنا هذه الايامات ان كاين تقليص حتى في الارباح اللي كان كيربحها، ان كاين واحد التراجع ناهيك عن الكروسورفاس اللي هو انه يعني وصلت به واحد الحاله انه على ما يبدو لي انه خصو ياخذ يهز الرايه البيضاء. هذا هو اللي كاين. بالنسبه كان واحد المشكل عندنا كبير وهو الكروسيس. عندنا واحد المشكل خاصه في سلهنا ان الكروسيس كيبيع بالجمله ونفس الجمله وبالتقسيط، واللي بقى له اصلا اليوم ما بقى ليه يعني ما يقشر. يعني الامور الضريبيه من جهه يعني صراحه خصنا حلول. اليوم اضطرينا باش نجمعوا هاد التجار هادو باش الاخوان اللجان اللي غيحضروا معنا هنايا والمسؤولين باش يجاوبوا على التساؤلات ديالهم قدر المستطاع. كان عندنا المندوبيه ديال وزاره التجاره راسلناها ووعدونا باش يحضروا معنا، لكن كان العكس ديال ذلك، هما استدعونا باش نحضروا معهم في المقر ديال الوزاره ان شاء الله النهار 4/2 باش نوصلوا لهم بالطريقه اللي هي طالبينها، وهو نوثقوا لهم المعاناه ديالنا باش نناقشوا معهم في عين المكان باش ياخذوها بعين الاعتبار، بمعنى ان كاين واحد القانون المستجد في القانون، واحد المستجد في القانون يعني الجديد ما عندناش عليه توضيحات. هما صراحه قالوا لنا تجيو معنا لتما يعني غادي نعطيوكم باش ديروا الملاحظات ديالكم، وهذه تيفرح صراحه مني الباب يعني مفتوح لنا اننا باش ندليو بهذا، فهذا انجاز مزيان. نحن مقاطعه المريصه مصلحه الشرطه الاداريه، جينا اليوم في لقاء تواصلي مع التجار جمعيه الامل. جينا بعد واحد الحمله تحسيسيه قمنا بها حول التصاريح الانشطه التجاريه. جينا في هذا اللقاء باش نزيدوا نشرحوا لهم ونزيدوا نفسروا لهم يعني هذه الحمله شنو الاهداف ديالها. هذا هو المطلوب. غنقدموا لهم تسهيلات، يعني غنشرحوا لهم كيفاش كتم يعني الاجراءات ديال التصريح، التسهيلات اللي جا بها القانون 55/19، نعرفهم بالبوابه الالكترونيه، يعني بزاف د المسائل باش يوصلوا لها التصريح، وشنو الاهداف ديال هذا التصريح حتى هو ديال الانشطه التجاريه، لان بزاف الناس ما عندهمش درايه به. فهمتي؟ بزاف ولاو كيجيو من بعد هذه الحمله التحسيسيه ولاو كيجيو. مرة أخرى تنشكر جمعية الأمل لتجارة القرب اللي نظمت هذا اللقاء التواصلي، وتنشكر السلطات المحلية اللي حضرت.
المشاكل الاخيره اللي تيعانيو منها البقاله يعني كثيره بصفتي مهني تاجر قرب. الامور اللي كتعلق بالامور الضريبيه والامور اللي كتعلق بالرخص وتحرير الملك العام، يعني هذه المشاكل هذه اللي ولاو تجار القرب تيتعرضوا لها كثيره وماشي في الاستطاعه ديالهم انهم يطبقوها. تجاره القرب اصلا تتعاني من واحد الركود والمنافسه الغير الشريفه من عده جهات، لا من المتاجر الكبرى، لا من الفراشه، لا حتى القدره الشرائيه ديال الزبون ديال البقال حتى هي متدهوره. البقال يعني هذا البقال ما بقات السلطات غير تخرج تقول له انك غير مرغوب فيك في هذا الميدان في الساحه بصفه عامه. لا تنتكلم على المنافسه ديال المتاجر الكبرى، تنتكلم على المنافسه ديال حتى الشركات دابا اللي تنتعاملوا معاهم كتلقاهم تيبيعوا سلعه بقل ثمن في جوايه اخرى وتتحط المتاجر الكبرى باثمنه بخسه، عكس البقال اللي تيخليو ليه واحد 2 دريال ولا 4 دريال. اغلب المنتوجات دابا ما بقات فيهم الربح، حتى المهم اللي تيدير الربح حاليا في تجاره القرب راه تيديرها من صحته. يعني السلطه تخرج انها تحمي، تيهم انه يدي الضريبه، الضريبه حنا ما تنهضروش عليها، اللي ملازمه شي حاجه يخلصها. ولكن هذه القضيه ديال الرخصه، القضيه ديال تحرير الملك العام يعني خص تعطى له حتى واحد نسبه، حيت هاد الامور هذه دابا اللي جايين بها هاد الناس يعني ازاله الجميع. يعني الثلج اللي الاغلبيه تيكونوا حاطين الثلج على برا، ما يمكنش حانوت صغير باش غيحط فيه مثلا 2 ثلاج، كتفرضوا عليه التبريد وكتفرضوا عليه واحد العدد ديال الامور وما كاين حتى شي مساعده لا من السلطه لا من الشركات لا من اي واحد. يعني هاد الناس هادو، هاد السلطات اللي مسؤوله على هذا القطاع خصها تخرج نيشان يا تعاون هاد البقال هذا اللي هو في حاله ضعيفه، ولا تخرج نيشان تعطي واحد الخلاصه انك غير مرغوب فيك في هذا الميدان. واش كتشوف المقاطعه هذه المقاطعه ديال شركات الاتصالات جات غير صدفه، والضغوطات اللي اصلا تتعاني منها تجاره القرب. وهذه المقاطعه ديال الاتصالات ماشي دعات لها شي منظمه ولا شي جهه ولا سميتو، هذه المقاطعه جات من البقال نفسه. يعني مثلا كتجيب 2000 اغلب البقاله تجار القرب اللي اصلا تيديروا رشارج 2000 درهم تدوز له شهر، عكس ميادين اخرى اللي تيخرج 15000 درهم 20000 درهم في النهار وما ناضش يهضر. هذا البقال يعني هذه غير خطوه انه كاين نضالات اخرى من هنا لقدام. يعني ممكن يقطع البوطاي وممكن يقطع حتى الخبز، يقطع واحد يطفي الضوء في الزنقه بمعنى الكلمه الا ما تعطاتلوش الفرصه وتعطات له بحال هكا تحيد عليه واحد العدد ديال القوانين المجحفه. راه هادشي اللي غيوقع. الأنشطة يعني الصغيرة كل ما هو بيع، أن الإنسان بيع المواد الغذائية، بيع الخضار، بيع يعني بالنسبة للأنشطة الصغيرة. والأنشطة الكبرى يعني هذا فيه كثر المصفانة، الأكل الخفيف، مقهى، كلها ترخص في الجماعة. يعني هذا كيسمى رخصة لأن هي يعني فيها إجراءات إدارية أخرى غير التصريح. وعلى هذا الشيء تفرقوا حتى الوثائق. بالنسبه للوثائق اللي كنطلبوها الناس اللي غيصرحوا يعني بالتصريح، يعني كنطلبوا عقد الكراء. يعني هذا راه كما هضر السيد قبل يعني على اهميه عقد الكراء، ويكون موافق ليه فيها مول الملك على انه يدير هذا النشاط التجاري، يعني بيع المواد الغذائيه او بيع الملابس او بيع الخضار، المهم كل ما هو بيع. يعني كنطلبوا لا كارت ناسيونال ديالو، كنطلبوا واحد التصميم تهيئه جمال فائق او كروكي مفصل للمحل. هذا الكروكي المفصل للمحل هو اللي كيدلي في البلاتفورم، يعني المنصه الالكترونيه .ma كيفاش مجهز هذا المحل باش يعرفوا الناس لان رخص .ma دابا راه يعني هادشي كله داير مراقبه في السيستم باش يعرفوا انك كدير المواد الغذائيه. كدير لهم هنا كاين ها فين غنحط هذه، ها فين غنحط
في يكون داك الكونطوار، في غيكون يعني كيكون مفصل، ان كروكي مفصل ديال المحل. هذا الشيء علاش كطلبوا البلاتفورم، كنطلبوا شهاده المطابقه او شهاده السكنه بالنسبه للمناطق المجهزه، يعني مجهزه يعني اللي فيها التصاميم كنطلبوا لهم اما يجيب لنا شهاده المطابقه او يجيب لنا شهاده السكنه. وبالنسبه للناس اللي كيخضعوا المحلات اللي كتدخل في احياء قديمه كالمدينه القديمه، لان كتلقى بزاف الناس القديمه ساكنين ما عندهمش ان بلون، ما عندهمش بلان، غير يعني احياء غير مجهزه. يعني كاينه لقينا لاحظنا هذه المساله كاينه في المدينه العتيقه، كاينه في سيدي موسى. يعني لهذا هاد الناس هادو اش كنطلبوا لهم يجيبوا لنا ان بلون صغير من عند الطوبوغراف، ويجيبوا كيتسمى تصميم موقعي المحل، كيبين المحل فين كاين، وتصور ديال المحل، انك كدير الملابس، انك كدير هاد المواد الغذائيه، باش كيبين حتى البلاتفورم تيبقى راه اش كيدير هاد السيد، هاد النشاط المزاول من طرف التاجر.